هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهارده بقى هنكمل سلسله المعجنات او سلسله المقبلات على الفطار في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. عملنا الفيديو اللي فات سندوتشات الفراخ او فطاير الفراخ وكانت تحفه بجد ورأيكم بجد يهمني وعجبتكم. هنكمل بنفس العجينة. هنعمل فطاير النهاردة بس محشية جبنة. احنا عارفين رمضان جاي في المدارس وكمان جاي في الشتاء، وبعد الفطار كده بنبقى عاوزين ناكل حاجة مع كوباية شاي بجد بتبقى تحفة. عملت لكم فطاير الجبنة محشية جبنة، خلطة جبنة كده بجد تحفة. هقول لكم كمان خلطة الجبنة دي انا بستخدمها في السمبوسة وبجد بتبقى تحفة. يلا بينا نشوف اول حاجة هنعمل ايه. معايا 300 جرام من الحليب او اللبن، يفضل ان هو يكون دافي شوية بما اننا الجو برد شوية. ومعايا 6 معالق كبار من السكر او 80 جرام، ومعايا معلقة ونص كبيرة من الخميرة. هقلبهم كده مع بعض واسيبهم على جنب لحد ما يعمل فقاعات وابدأ استخدمهم. معايا هنا 700 جرام من الدقيق، ومعايا 2 معلقة كبيرة من الحليب البودر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. دي المكونات الجافة هنقلبها مع بعض. وبعدين بصوا الخليط عمل فقاعات كده وخلاص كده تمام. بحب اعمل الخطوة دي علشان بحسها بتسرع من عملية التخمير. هنا بقى خليط التانزونج، الخليط الياباني اللي بجد بينجح معايا العجينة. انا كنت عملته في الفيديو اللي فات، هسيبه لكم في صندوق الوصف تدخلوا تشوفوه. بس عامة هو عبارة عن نص كوب حليب ونص كوب مية و50 جرام من الدقيق. بطلعهم على النار يتقلوا وبعدين بشيلهم يبردوا ببدأ استخدمهم. ضفت معلقة كبيرة من الخل وبيضة وقلبت بقى العجين. عجنته لمدة حوالي 5 دقايق. وبعدين في نص العجين كده ببدأ اضيف الزبدة دي عبارة عن 60 جرام. هبدأ طبعا اضيف الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما تكونش جامدة قوي علشان تقدر ان هي تدوب مع العجينة. وهعجنهم بقى لمدة 5 دقايق كمان. يعني مجمل التوتال كله بتاع وقت العجن كان حوالي 10 دقايق، لحد ما الاقي العجينه خلاص كده اتلمت معايا وبقت تمام. يعني العجينه انا قلت لكم ان انا مش بحبها ماسكه نفسها او ناشفه، انا بحبها تكون طريه شويه. وبدهن ايدي زيت وانا جايه استخدمها، وبعدين بغطيها واسيبها تخمر. بتقعد حوالي ساعه. وكده العجينه بعد ما خمرت معايا بجد كان شكلها تحفه وفلافي وريحتها جميله. قلت لكم قبل كده انا بعرف العجينه بتاعتي ناجحه من ريحتها، يعني الريحه وهي بعد التخمير بتبقى تحفه وفلافي كده وبتكون طريه. عشان كده بحب ان العجينه بتاعتي تكون طريه مش مشكله. وادهن ايدي زيت كده وانا بتعامل معاها والموضوع هيبقى سهل. غير لما تكون ناشفه والمخبوزات بعد كده تطلع معايا ناشفه بتبقى مش احسن حاجه. قطعوه الحجم اللي انتوا عاوزينه والقطع اللي انتوا عاوزينه يعني. بس الفضل ما تكونش كبيره قوي، لان احنا عارفين ان المعجنات لما بتخمر حجمها بيكبر ولما بتدخل الفرن حجمها بيكبر اكتر. انا قطعتها كده لقطع وهقول لكم بقى طريقه التشكيل. بس انا بعد ما بقطعها القطع بسيبها ترتاح تاني حوالي 5 أو 10 دقايق عشان اقدر افردها. معايا بقى خليط الجبنه ده. معايا جبنه فيتا، اي نوع جبنه تقدروا تستخدموه. معايا جبنه رومي وجبنه موتزاريلا وزيتون. الخلطه دي انا اي حشو فيها جبنه انا بحب الخلطه دي وبحب استخدمها قوي، سواء سمبوسه او جلاش بالجبن بجد بيكون طعمها تحفه. هنا بقى خدت قطع من العجين اللي احنا عملناه وهبدا افرده بالطريقه دي. يعني بيبقى مدور كده، يعني العجينه تبقى مدوره. تسووها كده، تسووا الاطراف كلها. وبعدين بتحطوا خليط الجبنه في طرف، يعني في الطرف من فوق، وتسيبوا الجزء اللي تحت يكون كبير كده من العجينه. يعني تحطوا الحشوه من الطرف سواء جبنه او فراخ او شوكولاته زي ما انتوا عاوزين. وبعدين تقفلوا كده، بس تقفلوها جامد وتتاكدوا ان هي اتقفلت. وبعدين الطرف اللي احنا سايبينه بقى الكبير ده هبدا اقطعه بالسكينه او بالقطاعه شرايط كده صغيره. وبصوا بقى طريقه التشكيل. انا هعمل الضفيره. هاخد الطرف، بصوا يعني هاخد الطرف اللي انا باخده التاني بنزله، والطرف الاولاني انا بطلعه لفوق.
تمام. يعني طرف اللي انا باخده الجديد بعمل تبادل وبنزله لتحت، والطرف القديم معايا انا باخده لفوق. وخلوا بالكم عشان الخطوه دي ممكن يعني تتقطع معاكم او كده، وممكن ما تجيش معاكم من اول مره، فانتوا حاولوا كتير. باخد الطرف القديم بطلعه لفوق، والطرف الجديد اللي انا باخده بنزله لتحت. هعمل لكم واحده كمان. بحط الحشوه وبقفلها كلها كويس جدا، وبعدين ببدا اقطعها بالسكينه او بالقطاعه كده شرايط. بس يفضل الشرايط ما تكونش رفيعه قوي لانها بتتقطع واحنا بنلفها. الطرف اللي باخده بايدي اليمين ده بنزله تحت وبطلع القديم لفوق. حاولوا تشوفوا الفيديو كتير لحد ما يثبت معاكم، وان شاء الله تعملوها سهله ولذيذه. طيب لو مش حابين الطريقه دي تقدروا تلفوها زي الفيديو اللي فات مثلا يعني، بس دي طريقه تانية للتشكيل وبتطلع شكلها لذيذ وحلو قوي. وبعدين بحطها في صينيه او في صاج عادي وبسيبها تخمر. ولما تخمر خالص بسيبها حوالي نص ساعه او ساعه الا تخمر، وحجمها يتزايد معايا في الصينيه وتبقى جاهزه انها تدخل الفرن. بعمل خليط التلميع اللي هو صفار بيض ومعاه معلقه كبيره من الحليب. ما تقلقوش من زفاره البيض، الحليب بيضيعها. بعدين هبدأ بقى ادهن الوش بتاع الفطاير بتاعتي كده بعد ما خمرت وشكلها بقى خلاص يعني تقدر تدخل الفرن. طب ليه الخطوة دي؟ علشان يسهل من عملية التسوية اولا، وكمان يخلي معايا المخبوزات هش اكتر، غير ان انا اشكلها وادخلها الفرن على طول. هتستوي اوكي بس هتبقى مكتومة من جوه ومش هش. لكن لازم اي معجنات نعملها نسيبها تخمر بعد التشكيل كمان. وبدهنها كلها وبعدين بدخلها الفرن من ربع ساعة ل20 دقيقة. واهم حاجة الفرن يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 200. تمام. بدخلها على درجة حرارة 200. المعجنات لازم يبقى الفرن ساخن والحرارة عالية عشان ترتفع بسرعة وما تفضلش في الفرن كتير فتنشف. اول ما بتطلع طبعا لو ما اخدتش لون بولع الشواية تاخد لون. واول ما بطلعها بدهنها بزبدة تكون دايبة تمام او درجة حرارة الغرفة، وبعدين بغطيها. بدهنها وبغطيها. اي معجنات لازم نعملها لازم نغطيها علشان تطرى وما تنشفش معايا من الهواء. طبعا بعد ما بشيل من عليها بقى خلاص الفوطة بلاقيها بجد تحفة وطرية. وريحة الجبنة مع المعجنات دي حاجة تانية بصراحة. بحس الجبنة مع المعجنات دي تكسب غير اي حشوة تانية. وطبعا كالعادة هستناكم تجربوها. لو اول مرة تجربوها صدقوني هتنجح معاكم، مش هتخيب ظنكم ابدا. لانش بوكس فطار بجد يعني عشاء بجد خطيرة. لازم تجربوها وتقولوا رأيكم لانها بجد هتعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.